اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب ينول إعجابكم. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل كيكة اسفنجية ألف ب تورتة بالطريقة البدائية من غير أي إضافات من بتاعة الأيام دي، من أيام ما أنا وأختي كنا بنلعب وتعلمناها، من لعبة لكيكة ومن كيكة لأحلى تورتة. تابعي معايا بالراحة وبهدوء وهتبقي بيرفكت فيها، هتبقي أستاذة فيها. هنا أنا معايا دولة 10 بيضات، هفصل البياض عن الصفار. تابعي معايا زي ما أنا شايفة. أمسك البيضة أكسرها وأفضل بصوا بالبلدي كده أمرجح في البيضة لحد ما أفصل الصفار عن البياض، واحدة واحدة. واعرفي أدهو بكل سهولة فصلت البياض عن الصفار. هخلي البياض في بولة عفوا، والصفار في بولة تاني، بس بشرط البولات تكون ناشفة مفيهاش نقطة مية، والبيض عفوا، والبيض يكون بره التلاجة قبلها ب10 ساعات. تمام. بيض يبقى التوأم الملتصق بتاعه اللي هي الفانيليا، إذا كانت بيض يكون فانيليا. هنا هبدأ بضرب البياض. تمام. هضرب في البياض لحد ما تشوفوا أنا عايزاه معايا يكون إزاي. دي طريقة واحدة، أول طريقة بشارككم بيها في عمل التورتة. لسه في طريقة تاني برضو إن شاء الله هبقى إيه أشارك معاكم الفيديو التورتة التاني بإذن الله. هنا بضرب البيض لحد ما أوريكم النتيجة أنا عايزاها إيه. إن نجاح التورتاية معتمد على المرحلة دي والمرحلة اللي بعديها. تمام. كم خطوة كده، بتوع 5 خطوات لنجاح التورتة. تمام. اهو زي ما انت شايفة معايا في الفيديو ده هتكلم عليهم واوضحهم. لا كده نو، لسه انا ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه. بشاور لكم بايدي ال5 عوامل. اول عامل البيض يكون بحرارة الغرفة. شايفين؟ اديني بقلب في البياض. تمام. البياض معايا اهو ما اتجلبش معايا كده صح. الفانيليا هضيف عليها 1 سكر بس، كوباية الا ربع سكر بس. 10 بيضات كوباية الا ربع سكر. وتابعي معايا بقية المجادير. هفضل برضو اضرب في الصفار. 5 خطوات. أول خطوة البيض يكون بحرارة الغرفة. تاني خطوة البولات بتاعتي تكون ناشفة وزي الفل. تالت خطوة الضرب المبرح. أفضل أضرب في الصفار لوحدي على حدة والبياض لوحدي على حدة. تمام. بقت عشان اطر الدنيا معايا والمسائل اروح احط ايه، نص كوبايه ميه بالتدريج. ميه في التورته، ايوه ميه في التورته. اسمع مني وتابع الفيديو للاخر وشوفي انا بعمل ايه. هتاخدي احلى هشاشان، هتاخدي احلى قوام. معلش هي بيض والبيض تجل معايا ودقيق، العجينه مكتومه، اهيشها بايه واخليها خفيفه بايه؟ بكوبايه الميه. احنا بنقول كيكه اسفنجيه، يعني احنا عايزينها كلها هوا وتكون حلوة وكده وعالية ونافشة، فأعمل الحركات اللي أنا بقول عليها. الخطوة المهمة التانية عفوا اللي جاية اللي هو النخل بتاع الدقيق. شوفولي أنا الدقيق كوباية ونص دقيق ومعلقتين نشا وبكوي الكيك شيف هنخلهم كم مرة. أنا ما ضفتش محسن جل، أنا ما ضفتش خل، أنا ما حطيتش أي إضافات. انا سكر وميه ودقيق ونشا وبيض وفانيليا فقط لا غير. ادي الكوبايه ونص. يبقى اول تركايه البولات تكون ناشفه، البيض بحراره الغرفه، الضرب المبرح، النخل بتاع الدقيق. كم مره؟ شوفي انا عملت مره في البوله ودي تاني مره. شايفين المكونات الجافه كلها مع بعضيها. وانا متعمده النهارده احط سكر خشن مش سكر بودره. كده تالت مره اهو. اضربي في عفوا انخلي في الدقيق واتفرج على النتيجة. تمام. اهو انا نخلت الدقيق 4 مرات هو والبيكنج باودر واركنيه على جنب. هنا بقت لازم بالاسباتيولا او بمعلقه تروحي دايما جايبه الحواف بتاع العجانه. ليه؟ علشان خاطر بيبقى فيها سكر متكتل، والسكر لما كانش اتضرب هيهبط لي الكيكه شويه، وانا مش عايزه ده، انا محتاجه لكل ملي فيها. هنا كان البياض خلص
والصفار خلص، اخد معلقة من البياض على الصفار عشان اهيئ ال عفوا، علشان اهيئ الصفار ان انا مدخله لك حاجه تقيله، فهدخله له بالتدريج. يعني مش هدخل الهواء مره واحده واكتمها، لا بالتدريج. هحط معلقه وهنزل بالدقيق معلقتين. الدقيق هحطه على 3 مراحل، وقلبي بالراحة وفي اتجاه واحد ومن تحت لفوق زي ما انت شايفة. اوعي تعمليها بمضرب البيض الكهرباء او بالسلك، انا بمعلقة او بالاسباتيولا، مش اكتر من كده. اوعي 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 تشغل اي مضرب، يبقى التعب اللي احنا تعبناه في الاول كله راح علينا. لا، ادينا اهو اختفى الدقيق، هبدأ احط في الجزء الثاني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. خطيرة خطيرة خطيرة. تابعي معايا الفيديو للآخر وهتعجبك وتنول إعجابك، وسهلة. بصي هتسمع الفيديو وهتقومي تنفذيها. بيض ودقيق وسكر ومية فقط لا غير. هتاخدي كيكة اسفنجية ملهاش حل. التزيين بقى زوج غير زوج غير زوجها، ده حاجة راجعة لكم انتوا، بس احنا بنعمل تورتاية اقتصادية موفرة. تمام. عفوا. هنا بقت هنزل كده، حطيت الدقيق وخلصته، هنزل بباقي البياض. هخلي البياض للاخر يا مواد، ايوه هخلي البياض للاخر زي ما انت شايفه معايا كده. هفضل بقى بالراحه واقلب. شايفين بقى القوام؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليها. وكان الفوليوم بتاعها عالي، وكانت ماليه العجانه، وكانت تحفه تحفه تحفه. التركات جايه. الصينية أو الحلة اللي انت هتخبزي فيها تدهنيها سمنة أرضية وجوانب. بطني بالدقيق الأرضية بس، القاع بتاع الحلة أو الصينية. طب والإجناب يا أم إياد؟ الإجناب هتخلي التورتية وهي طالعة مكتومة، مش هتطلع بسهولة. فأنت خلي الإجناب بس فيها السمنة. اسمعوا مني المعلومات دهيت والتركات دي كلها بتفرق عشان تاخدوا تورتية ناجحة وحلوة. تمام. شايفه انا بطنت الجحر بس بسن الدقيق، وما رضيتش احط ورق زبده، ما رضيتش احط اي اضافات من بدايه الايام دي. انا التورتايه دي انا واختي من زمان، من زمان خالص. كنت انا صغيره واختي كانت بتقف تعلمني. كنا بنقعد عند عمتي ونعملها، وكنا دايما كده نبقى قاعدين على اعصابنا، هتطلع ولا مش هتطلع، حلوه ولا مش. من ساعتها والطريقه ثابته في دماغي، بس جميله وحلوه ومتعودين عليها من زمان. شوفوا لي القوام، وشوفوا لي الحلاوه، وشوفوا لي احلى سفنج طالع معاكي. نتيجة هتبهرك، وعدد بيض قليل، ومكونات من مطبخك، والنتيجة بإذن الله إن شاء الله هترضيكي. عفوا، هنا بنتي كانت واقفة جنبي. طبعا أدب الصينية لا، اعمل في ما هو زي ما انا قلت لك كده، ساوي فيها ودخليها على الفرن عادي. طلعت معوجه معاكي عادي، احنا هنحشيها نزود حته كريمه من جنب وهنسويها في الاخر وهتبقى زي الفل. ما تخليش حاجه تعوقك، ما تخليش حاجه توقفك. هتعملي تورته حلوه يعني هتعملي تورته حلوه. هنا بقت الفرن من اول ما بدات تعجن انا مسخناه، مش على 180 بقى، ما بين ال 180 وال 160. لازم تاخد راحتها وتبقى هاديه. تمام. هنا وريتها لكم بعد نص ساعه، فتحت الفرن. شايفين؟ لقيت الحته الفجعه في النص دي لا طريه. عملت ايه؟ مليت شويه ميه في طبق الومنيوم وحطيته في الفرن. هنا كنت التورتيه بتاعتي خلاص كده طلعت وتمام وزي الفل. لا يا ربي عفوا، ما كانتش طلعت، ده في التركه اللي انا وريتها لكم. قلت هضرب الكريمه لحد ما ايه تطلع، وطبعا هسيبها تبرد وقت كافي يعني. هضرب الكريمه. هنا بقى الكريمه ما كانتش احلى حاجه بصراحة. الكريمة ما كانتش حلوة خالص خالص خالص. ما ادتنيش الروزتات الحلوة الشيك اللي انا متعود عليها، بس اللي هي ادت الغرض، بس ما كانتش النوع اللي انا بحب اجيبه. الكريمة دي كانت حيواني، انا متعودة بجيب كريمة نباتي. فيا ريت تفيدوني وتكتبوا لي في الكومنتات نوع كريمة كويس انا امشي عليه، بس يا ريت يكون سايب عشان الاكياس الكمية اللي بتبقى فيها قليلة. اهو زي ما انت شايفة كده معايا. هتفضل تضربي في الكريمة لحد ما الكريمة تعمل فوليوم كبير كده وتزيد معاك. انتوا عارفين القوام بتاعها. هنا تورتية الحلوة كانت طلعت خلعة من الجناب، مالية الحلة. هنا بقى تركة حلوة. عندك غربال سلك اقلبيها عليه، عندك شبكة زي دي تمام. اللي عندك والمتوفر اقلبيها عليه. انا كان عندي الشبكة بتاعت المندي فهقلب عليها. شايفين؟
أهو، وباجلبها معاكِ سخنة. أيوه تتجلب سخنة، أيوه يا حبيبتي تتجلب سخنة. إيه رأيكم بقى؟ إيه ده؟ إيه اللي ظهر قدامكم ده وإيه اللي أنتم شايفينه؟ تورتة والّا مش تورتة دي؟ شوفوا لي القوام، شوفوا لي الارتفاع، شوفوا لي اللون الجولد التحفة، تحفة، تحفة، تحفة. بصراحة أنا بجد يعني أنا كنت لو كان عليّا أنا ولو دي بتاعتي والله العظيم ما كنت هازينها، كنت آخرة عليها شوية فراولة من فوق كده وشوية مانجا ومش عارفة إيه، وأخلّيها بلونها الحلو ده. تحفة وروعة وجميلة وجنان وقوام وطبقات هتشوفوها معايا دلوقتي. هنا التورتة بتاعتي كانت بردت خالص، بصي ملهاش حل وبتتحرك معايا بكل سهولة. اديني اهو شيلتها، شايفين؟ مية مية. ايه رأيكم بقى؟ بالخطوات اللي انا قلتها اعملي احلى تورتة. هبدأ بقى هنا احطها على حامل وهقطع فيها. بصوا بقى، رفعت الحامل بحلة بلاستيك علشان خاطر ايه اعرف ازين بيها، وهقطعها على 3 طبقات. وانتوا بتشوفوا الطبقات دي هقول لكم المقادير تاني. 10 بيضات، كوباية الا ربع سكر، حطيتها كوباية برضو عادي مفيش مشاكل. نص كوباية مية من نفس الكوباية المعيارية، كوباية ونص دقيق من نفس الكوباية المعيارية، معلقتين 2 نشا. تمام؟ ولا زيت ولا سمنة ولا أي دهان. شايفين؟ ممتازة. هفصل البياض عن الصفار، ده في بولة وده في بولة. لازم البيض يكون بره التلاجة قبلها ب10 ساعات أو بيوم. لازم البولات اللي هعجن فيها تكون ما فيهاش ولا نقطة مية. أضرب ضرب مبرح. الفرن بتاعي تكون متسخن قبل ما أخبز فيه، قبل ما أدخل الصينية. دي كلها عوامل نجاح. أهو، إيه رأيكم بقى في الطبقات؟ وأنتِ لو كنتِ عايزة تقطّعيها 4 كنتِ قطّعتيها، ما فيش مشاكل خالص وجميلة وتحفة وروعة. فيديو لذيذ وحلو جدًا، 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 بصراحة يعني. أهو، هتبدأي بقى تحشيها بكريم شانتيه، عندك فواكه حطي اللي عندك والمتاح فيك ده ذوقه. انا كان عندي فراوله المفروض هي تتزجد بميه كمبوت، فانا هعمل عادي في البيت فراولايه مانجايه الطعم اللي انت بتحبيه وشويه ميه بسكر غلوه على النار. اسقي التورته بتاعتك. في ناس بتسقيها لبن عادي مفيش مشاكل. بعد كده ابدا احط الكريمه. التزيين بقى ده انا مش هحكي فيه كتير، ده راجع لذوقكم انتوا وتزينوا بالطريقه اللي انتوا بتحبوها. بس احنا عملنا الاساس، الاساس الصح احنا بدأنا فيه وعملنا اللي هو ايه، اللي هو عجينه التورته وقوامها والكلام ده كله. التزيين ده يا حبيبتي حاجه راجعه لك انتي، بس زي ما انت شايفه كده معايا سهلة وبسيطة. مرضتش احط دقيق سبونج، مرضتش اضيف محسن جل، مرضتش حتى الخل مرضتش احطه. انا استكفيت ان انا اعملها بالطريقة البدائية اللي انا من زمان عاملاها انا واختي، يعني يعتبر كنا اطفال بنلعب وتعلمناها بفضل الله يعني. اهو زي ما انت شايفة معايا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس يا حبايبي، فضلا وليس أمرا. واللهم لك الحمد والشكر. أنا فاتحة القناة إن شاء الله بإذن الله على غرضي وهدفي اللي هو إيه، في المقام الأول إن أنا فاتحاها كمصدر رزق ليا. يجي بقت منين ما يجي ده بإرادة ربنا. بس من بعد ما فتحت القناة وكان هدفي إن أنا أشارك وصفاتي معاكم وأشارك المعلومات اللي عندي واستفاد منكم وتستفادوا مني. الحمد لله الهدف ده انا وصلت له النهارده بفضل الله وبفضل المتابعين والناس الحلوين اللي بتشوفوني. لما متابعة دخلت كلمتني في الفيديو بتاع الارانب والملوخية ودخلت شكرتني ودخلت اضافت ليا تريكات تاني واضافت ليا وصفات تاني انا باذن الله هنفذها لما اجي اعمل ارانب تاني. ده كان هدفي، ان انا افيد واستفيد زي ما انتوا تستفيدوا مني انا استفاد منكم. انا ما بخلش عليكم بمعلومه وانتم ما تبخلوش عليا بمعلومه. انا حابه اشكرها جدا 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 عشان النهارده هي كلمتني وكلمتني على الصفحه العامه وقعدت تحكي معايا كتير وشرحت لي حاجات كتيره، وهو ده هدفي. والله واللهم لك الحمد والشكر ان انا وصلت له وبكل سهوله. هنا بوريكم ادي التورتايه كنت نسيت اجلبها، جلبتها عادي جدا 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 معاكم.
عادي الكيكاية حلوة ومتحكمة فيها أنا بالطريقة اللي أنا عايزاها. تمام. أهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده معايا، تحفة وجميلة خالص. مش عشان أنا اللي عاملاها والله، كلكم شطار وحلوين، علشان هي بس المقادير مظبوطة. وطبعا لازم نوع الدقيق يكون كويس. أقول لكم المقادير تاني: كوباية سكر، 10 بيضات مفصولين، كوباية ونص دقيق، 2 معلقة نشا، نص كوباية مية. تمام. افصل البياض عن الصفار، حط التوأم الملتصق للبيض اللي هي الفانيليا طبعا، ودلو البياض الأول، وبعد كده الصفار مع السكر. بعد كده خدي جزء من البياض ضيفيه على الصفار، وابدأ يجلبي بقى بالراحة بالراحة. انخل الدقيق 3 4 5 10 مرات عادي، هتاخدي معاكي بالطريقة اللي تحبيها. تمام. بعد كده انزلي بالدقيق بالتدريج. طبعا الدقيق انا ضايفه له البتاع عفوا البيكنج باودر بس. وانزلي بالراحه. فرن سخن، درجه حراره متوسطه لو فرنك مش مرقم. يا ريت طبق فيه ميه تحت الكيكايه عشان قلبها يستوي اسرع. وخلاص تطلع هتبرد، هتقسميها، هتجلسيها بالكريم شانتيه، بكريمة الزبدة، بالأطعمة اللي انت بتحبيها، بصوص شوكولاتة. هنا كان عندي صوص كراميل، حبيت أعمل أشكال كده عشوائية من الجناب بتنزل كده وبتدي شكل حلو زي ما انتوا شايفين. عفوا. يا رب. اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا. التزيين ده حاجة سهلة وبسيطة زي ما بتحبي. بس هنا صاحبة التورتيه كانت عايزاها كريمة، فأنا حبيت أعملها كريمة. وفي وصفات كتيرة بنشاركها، بس احنا هنا في أرياف، فالمتاح أنا بتعامل بيه. لكن لما بخرج وبروح المركز أو بسافر ورا بروح مكان، بجيب كل حاجة معايا من هناك، فبتبقى أفضل. حتى النوع الكريمة ده ما كانش كويس، كان نوع حلواني وحيواني عفوا، وما كانش أحسن حاجة، فأنا ما حبيتهوش بصراحة. هنا كنت خدت جزء من الكريم شانتيه في الجمع، هعمل بيه روزيتات داير ما يدور، قال يعني روزيتات وهتطلع روزيتات. كل حاجة عندي جميلة إلا الكريم شانتيه ما كانش أحسن حاجة، بس برضه حبيت أشارككم علشان أوريكم. أهو زي ما انت شايفة معايا كده، أحلى تورتة وأحلى عجينة. أنا بالنسبة لي الكيك مش عارفة أقوله لكم الكيك التوب بالنسبة لي. أهم حاجة الكيك حلو، تطلع نتيجة حلوة معايا. زي بقى ده بقت السبرينجل والحاجات بتاعت الأولاد دي، الشوكولات وشيبسي ومش عارفة ايه والكلام ده كله. بنتي بقت واقفة جنبي: لا يا ما حطي هنا، لا مش عارفة ايه، لا ايه من الكلام ده كله. بس وهزينها بالطريقة البسيطة ده زي ما انتوا شايفين. عندي أفكار كتير جدا جدا، وعندي طرق كتير جدا جدا، بس لما بيبقى عندي إمكانيات للتزيين بصراحة. لكن أنا التورتاية عملتها وكان عنديش إمكانيات للتزيين، ففي إمكانيات أعلى من كده. بس وكانت خلصت تورتتنا، ووصفة حلوة وعجبتني. ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس يا حبايبي فضلا وليس أمرا، علشان عيلتي تكبر بيكو. ودي كانت طريقتي في عمل الكيك الإسفنجي، وحبيت أشارككم الطريقة والفكرة، وهي من الطرق البسيطة المحببة لقلبي، ودايما بحب إن أنا أعملها ومعتمداها. تمام. بس كده ادي التورتية بتاعتنا، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.